النهارده ان شاء الله هوفر عليك من 250 ل 300 جنيه كانوا هيترموا على الارض حرفيا لو ما عملتش اللي هقول لك عليه. بصوا يا جماعه، مايك بويا ام 1 طبعا ده اشهر مايك يعتبر في مصر وفي العالم. يعتبر ليه؟ رخيص وفي نفس الوقت بيقدم كواليتي محترم. حلو. طيب، الشركات دلوقتي في شركات ما عندهاش ضمير بيقلدوا المايك ده وبيعملوا المايك ده مضروب. المايك المضروب ده يا جماعه ببساطه شديده ما بيشتغلش على اي تليفون عموما، ولو حملت له برامج الدنيا والاخره برده مش هيلقط فيها. تمام. مايك حرفيا زباله بمعنى زباله. المايك المضروب ده ببساطه شديده في اي مايك بويا ام 1 بينزل بيبقى معاه حاجه اسمها باركود. كود كده بيبقى عباره عن مش عارف 18 رقم ولا 16 رقم ولا 20 رقم، انا مش متذكر، بس بيبقى في العلبه، بيبقى على العلبه من بره. انت المفروض الرقم ده بتدخله في الموقع. طبعا الموقع عامل خوارزميات ليه ان الرقم ده لو مسجل في الشركه عنده يقول لك المايك ده اصلي. انا جيت ادخل الرقم قال لك لا، المايك ده مش اصلي، بمعنى صح نوت اوريجينال، مش اصلي. وفعلا انا لاحظت كده يا جماعه، المايك حرفيا مش قابل اي تليفون ومش قابل اي ابلكيشن. لا مثلا تي في 5 سينما ده ومثلا اوبن كاميرا، وعندك سينما 5، وعندك برضو كاميرا ميكس كاميرا دي ولا كاميرا ميكس. مش قابل اي ابلكيشن، لان ابلكيشن الكاميرا عندي في التليفون ما بيلقطش المايكات، فبالتالي لازم احمل له ابلكيشن خارجي. تمام. تاني حاجه شككتني فيه شكل علبه مريب. حلو. الباكت جواها المايك خامته معفنه، خامته زباله، زباله بمعنى زباله. المايك نفسه حرفيا حاسه في حاجه غلط، في حاجه. المايك ده مش مايك بويا، ده اكيد ده مش ده. تمام. المايك برضو الكود او الباركود بتاعه، الارقام المفروض لو هو اوريجينال يبقى على سطر واحد. لا، الارقام اللي فيه تلاقي رقم طالع رقم نازل رقم طالع، يعني طالع يعني مش الارقام مش في سطر واحد، لا يعني مثلا تلاقي الاثنين والثلاثه تحتيها. فاهم؟ يعني حتى الشركات مش مهتمين بكده. وشكل الباركود بتاعه اللي هو الكيو ار بتاعته شكلها غريب، حتى مش كيو ار حقانيه، لا، مش لاقطه في اي ابلكيشن ومش لاقطه في اي برنامج كيو ار. فببساطه شديده لازم اما تشترك مايك بويا ام 1 تشتريه من مورد موثوق، لازم. ولازم ما تشتريهوش اونلاين. انا غلطت واشتريته اونلاين، لا انت ما تغلطش غلطتي، اشتريه من محل بحيث لو في حاجه تروح له. اللهم بلغت اللهم فشل. الموضوع ده مهم لان انا بوفر لك فيه من 200 ل 250 جنيه. فاهم؟ طبعا كل اللي طالبه منك انك تنزل تشترك وتحط لايك بس يا شباب، والسلام عليكم، باي باي يا شباب.